السلام عليكم. اليوم غادي نحكي على الأسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي. 1. الطفولة والدراسة. محمد بن عبد الكريم الخطابي تزاد في 1882 في جديد في الريف، وسط عائلة عندها مكانة كبيرة في القبيلة ديال بني ورياغل. الوالد ديالو كان شيخ القبيلة، وهو كان ذكي من صغره، تعلم القرآن وعلم الدين. ومن بعد مشى لفاس باش يقرا في جامعة القرويين. كان كيعرف العربية والأمازيغية وتعلم حتى الإسبانية والفرنسية. منين رجع الريف خدم مترجم وصحفي في مليلية، ومن بعد ولا قاضي عند القبائل. وهذا الشيء خلاه يعرف كيفاش المستعمر كيتعامل مع المغاربة، كيخطط باش يفرض السيطرة ديالو. 2. كيفاش بدات المقاومة. في 1920 مات الأب ديالو، وهو اللي يشد الزعامة ديال القبيلة. في ذاك الوقت الإسبان كانوا باغيين يفرضوا سيطرتهم أكثر على الريف، ولكن محمد الخطابي قرر ما يسلمش، وجمع القبائل الريفية وبدا كيهيئ المقاومة. 3. معركة أنوال، الهزيمة المذلة للإسبان. 21 يوليو 1921 وقعت معركة أنوال، وهنا وقع الزلزال الحقيقي. الريافة رغم أنهم كانوا قليلين في العدد وما عندهمش أسلحة متطورة، قدروا يقهروا الجيش الإسباني اللي كان متفوق عليهم في كل شيء. النتيجة أكثر من 13,000 جندي إسباني مات، والجنرال سيلفستري اللي كان كيقودهم مات حتى هو، والباقي تفرق وهرب. هذه الهزيمة كانت كارثة على إسبانيا، حتى الحكومة ديالها طاحت بسببها. 4. تأسيس جمهورية الريف، أول دولة مستقلة في شمال إفريقيا. من بعد هذا الانتصار الكبير عبد الكريم الخطابي قرر ما يبقاش غير كيدافع، بل خاصو يبني دولة مستقلة. 1923 أعلن تأسيس جمهورية الريف، ودار لها حكومة، دستور ونظام ضرائب. الناس في الريف بدات كتحس بالحرية، ولكن المستعمرين ما قدروش يقبلوا هذا الشيء. 5. الحرب ضد فرنسا وإسبانيا، تحالف الاستعماري ضد الريف. إسبانيا ما قدرش تغلبه بوحدها. في 1925 قررت تتحالف مع فرنسا، وهجموا بجوج على الريف بجيش كبير، ومعهم طائرات وقنابل كيماوية خطيرة. استعملوا الغازات السامة ضد سكان العزال. القصف والضغط الكبير خلى الموقف يولي خطير، والمقاومين نقص عددهم بزاف. 6. النهاية والنفي. في ماي 1926 باش ما يتسببش في إبادة الريافة، عبد الكريم الخطابي سلم راسو للفرنسيين، ولكن فرنسا ما بغاش تقتلو حيت كانت خايفة يولي أسطورة وتزيد تشعل النظام في المغرب. حبسوه في جزيرة غيونيون في المحيط الهندي 21 عام. في 1947 طلقوا ليه وجابوه لمارسيليا، ولكن فاش كان غادي لمصر هرب من الباقرة وبقى عايش في القاهرة، فين كان كيساند المقاومين المغاربة والجزائريين
ضد الاستعمار. 7. الوفاة والإرث ديالو. محمد بن عبد الكريم الخطابي مات في 1963 في مصر، ولكن النضال ديالو بقى ملهم للمجاهدين كتار في العالم بحال تشي جيفارا وماو تسي. حتى الجزائريين استلهموا منه في حربهم ضد فرنسا. خلاصة، عبد الكريم الخطابي ما كانش غير قائد عسكري، كان عبقري في التكتيك الحربي والسياسي، سبق زمانه وقدر يهزم قوة استعمارية ضخمة بإمكانيات بسيطة. اليوم باقي الناس كيتفكروه كبطل من أبطال الحرية. بالنسبة للحياة الشخصية ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي، ما كاينش معلومات كثيرة دقيقة على زواجه وأولاده، حيث كان شخص كيتجنب الحياة العامة وما كانش كيهتم بالظهور الإعلامي. ولكن كاين بعض المصادر اللي كيقولوا أنه كان متزوج وعنده أبناء، ولكن الأسماء والتفاصيل حولهم قليلة بزاف وما كاينش توثيق رسمي قوي عليهم. اللي معروف هو أنه بعد ما نفاه الفرنسيين في جزيرة غيونيون المحيط الهندي عام 1926 عاش فيها 21 سنة، وهناك على الأرجح كون عائلته. من بعد فاش هرب لمصر في 1947 بقى عايش فيها حتى مات في 1963. وكانت عنده علاقة قوية بالمقاومين المغاربة والجزائريين، وكان بحال الأب الروحي للحركات التحررية ديال شمال إفريقيا.